دي اجمد وصفه اندومي في العالم هتعملوها، اندومي الانسجام، نفس الوقت سبايسي كده ومش متغرقه في الشطه. كومبي. اول حاجه هتجيبوا طعم اندومي بطعم الشطه المولعه، اي نوع انتوا بتحبوه. طاسه على النار، هننزل بشويه زيت، بعد كده بصلايه نشوحها لحد ما تدينا اللون الذهبي. هنفضل نقلب ونمكس، وهننزل بعد كده بشويه صويا صوص ومعلقه صلصه كبيره ومعلقه جبنه كريمي. هنفضل نشوح كل الكلام ده في بعض لحد ما يدينا اللون والصوص الاحمر ده. ننزل ببهارات الاندومي الشطه مولعه، دي اجمد طعم في العالم حرفيا، مفيش حد مش بيحبه. نفضل نقلب ونمكس لحد ما يدينا القوام الصوص ده. بعد كده اختياري، هننزل بشويه شطه وممكن ما تحطوش شطه عادي جدا. بعد كده هننزل بالاندومي، اول ما يدينا القوام التقيل ده ننزل بكوبايه ميه كبيره ومعلقه جبنه كريمي كبير. كتروش الميه اول لحد ما الاندومي يستوي، نفضل نقلب فيه كده على نار هاديه. بس كده انتوا عملتوا اجمد طريقه اندومي للدراسه، تقدروا تعملوها انتوا واصحابكم في اي وقت. سيبوها كده على نار هاديه ومعلقه جبنه كريمي على الوش، ودي اختياري، والف هنا وشف على قلبكم. دي كانت النتيجه النهائيه، اعملوا منشن لاصحابكم بسرعه، لازم تجربوها. احسن حاجه انها ممكن تسد معاك جوع اخر الليل وفي اي وقت كمان. الادب والجمال، وصفه اندومي هتعملوها كل دقيقه ومش هتزهقوا. حد يعمل الطريقه دي عشان هتبقى ادمان عندكم كل دقيقه.